الحمد لله الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. تكلمنا في الخطبة السابقة ووقفنا عند كيف يكون المؤمن بعد رمضان، كيف نستمر على العمل بعد رمضان، كيف نعلم أن أعمالنا في رمضان قبلت، وهي أن نستمر عليها بعد رمضان بإذن الله تعالى. ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عما بعد الموت. نذكر بأيام أو بأشياء ننساها في زخم الحياة كثيرا إلا من رحم ربي. نتكلم عن الحساب، وقبل أن نتكلم عن الحساب نعلم أننا نسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فلذا من واجبنا أن نذكر بإخواننا في فلسطين، أن نذكر بهم كثيرا، أن ندعو لهم كثيرا، أن نتبرع لهم إن استطعنا إلى هذا سبيلا، ألا ننساهم قدر الإمكان، أن نقاطع قدر الإمكان نصرة لهم، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا عضو من أمة الإسلام، وهو عضو من الأمة، عضو شريف ومبارك شرفه الله وباركه الله تعالى، عضو كان فيه كثير من الأنبياء، عضو فيه موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما بكل الأنبياء. فلا ننساهم قدر ما نستطيع. تكلمنا عن ماذا بعد رمضان، ماذا بعد الموت، ماذا بعد حياة القبر. هناك الحساب، ونتكلم عنه لأننا نذكر كثيرا قول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين مما فيه،
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحدوا الله. لنا يوم حساب، لنا يوم نقف فيه ونرى أعمالنا كلها، صغيرها قبل كبيرها، الصغير قبل الكبير. الحياة والمتع واللذات والشهوات بتنسينا، تحسسك إنه إيه؟ إنه طالما ما زنتش ولا سرقت ولا قتلت ولا باخد ربا ولا مش عارف إيه يبقى أنا كده في أمان. ننسى أننا نحاسب عن كل ما يصدر منا حتى أصغر الصغير، حتى أصغر الصغير. الله سبحانه وتعالى يقول في الآيات التي نحفظها كلنا بإذن الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدوا الله، وحدوا الله. نركز على الآية الأولى وننسى الثانية، وكلاهما في نفس الصورة وورا بعض. فمن يعمل مثقال ذرة، قدر ذرة. إيه الذرة دي بقى؟ هي ما لا يرى بالعين. محتاجين إيه؟ محتاجين ميكروسكوب ومحتاجين مكبرات عشان نشوفه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. خبر سعيد، خبر جميل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ده أنا وأنا ماشي شفت منظر عجبني فقلت بسم الله ما شاء الله ونسيتها. تأتي يوم القيامة ربما تجدها جبال حسنات، أنا نسيتها. ومنا من يظن أنها لا تساوي شيئا، عادي. أنا شفت حاجة جميلة، شفت شيء جميل، قلت بسم الله ما شاء الله ومشيت ونسيت. الملائكة تكتب والله سبحانه وتعالى لا ينسى، تجدها مكتوبة. بل ربما أنت تتعامل مع من؟ احنا بنكررها بقالنا فترة. تتعامل مع الكريم الغني مالك الملك، وحد الله. الكريم الغني مالك الملك. أنا كريم وأنت كريم، هو الكريم سبحانه وتعالى. في فلان غني وفلان غني، هو الغني سبحانه وتعالى، هو الذي يملك كل هذا سبحانه وتعالى. هو الذي لو اجتمع كل الخلق أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم وقفوا في صعيد واحد فكل واحد يسأل الله تعالى ما يشاء، فالله سبحانه وتعالى يعطي لكل واحد مسألة ما ينقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تتعامل مع الكريم، تعامل بقواعد الكريم طالما أنك تتعامل مع الكريم. إذا قلت كلمة وأنت ماشي فيها خير، فيها ذكر، فيها أي شيء جيد بإذن الله، تكتب وتاخد عليها حسنات وتؤجر عليها، بل زيادة. في زيادة. ممكن تيجي يوم القيامة تلاقيها إيه؟ تلاقي الكلمة اللي أنت قلتها وأنت ماشي دي جبل حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على رسول الله، إن الله تعالى يربي لأحدكم حسنته كما يربي أحدكم فلوة. زي ما الواحد يربي إيه؟ لو عنده حصان ولا أي شيء أعزكم الله، مش بتربيه، مش بترعاه، مش بتحاول تكبره. ربنا سبحانه وتعالى يربي لك هذه الحسنات، يكبر لك هذه الحسنات. كما يربي أحدكم دبته حتى تصير مثل جبل. وحدوا الله. الكريم ولا لا؟ أنت فاكرين اسمه عبد الكريم؟ ده اسمه عبد الكريم. عبد الكريم. عارفين يعني ايه كريم؟ أنت تتعامل مع الكريم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بل لا تجد الحسنة فقط، ربما تجدها أضعاف مضاعفة. تلاقي إنه أنت قاعد وحصل موقف سيء فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، تيجي تلاقي جبل حسنات.
ممكن انت في الاول تستغرب، اكيد ده اعمالي كلها. فلما تسأل تعلم انه ماذا؟ انه كلمة خير قلتها، كلمة واحدة خير. بس الكلام ده ما ينسيناش الجانب الاخر، انك قال الله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اصل هو ماشي قلت له يلا يا عيل يا كذا، صح؟ ونسيتها برضه زي الاولانيه. ما هي كلمه اتقالت، ده هو بس شكله في حاجه كده احنا ايه بنحب نضحك ونهزر عليها، فهو ماشي قلت له كذا، او هو بنتكلم كده تقول تعيل ابن كذا، هزار وضحك، صح؟ اتبسطنا من الاولى. اصل اي حاجه بنقولها تحسب وناخد عليها حسنات وتكبر وتبقى قد جبل، نيجي في الثانيه نزعل ليه؟ ده انا كنت بقولها بهزار، صح؟ لا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. افتكر دي ودي، ما تمشيش على الخير، ما تمشيش على مزاجك بس. اصل انا عايز اي حركه خير اعملها، ببص كده لقيت واحده عملت كده، عايز الاقي دي، بس شتمت واحد مش عايز الاقيها. ازاي؟ احنا قلنا انت بتتعامل مع الكريم الغني مالك الملك، وضيف عليها كمان ايه؟ صفتين، الرحمن الرحيم، ولكنه العدل. ازاي يرحمك؟ بانه ايه سبحانه وتعالى، او يكون كريم معك بانه تعمل حسنه تلاقيها وتلاقيها اضعاف، تعمل السيئه تلاقيها، بس من رحمته بك سبحانه وتعالى تلاقيها سيئه بس. وحد الله، سيئه واحده. يعني انا اعمل حسنه الاقيها مليون واعمل السيئه الاقيها واحده. وفي ناس ممكن ما تدخلش الجنه، او في ناس ممكن تعذب في النار قبل ان تدخل الجنه. هل هذا عاقل؟ هل هذا عنده مثقال ذره من عقل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ليجزي الذين اساءوا بما عملوا، عملت حاجه تلاقيها، ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وحدوا الله، الذين احسنوا مش بما عملوا، بالحسنى يعني زياده. فانت هتحاسب، ونذكر بيوم الحساب ونخوف من يوم الحساب، ولكن ايضا نطمئن هذا وذاك، ونذكر انه في ظل انك لو عملت حسنه تلاقيها وتلاقيها اضعاف مهما كانت صغيره، ولو عملت سيئه هتلاقيها واحده. في ناس هتدخل النار، تخيل. نسال الله الا نكون منهم، ولكن تخيل نفسك منهم. منظرك ايه قدام نفسك فقط؟ واحد بيتعامل معاك ولله المثل الاعلى، انك لو اشتغلت ساعه تاخد 1000 وانت تروح ما معكش 100 جنيه في جيبك. شكلك قدام نفسك ايه؟ عارف الدكتور ولا المدرس اللي بيقول لك حل سؤال واحد من 10 اسئله صح وانجحك بيه، ولله المثل الاعلى، وانت تسقط. ازاي؟ لله المثل الاعلى. هتدخل على ابوك ازاي؟ ابوك هتقف قدامه ازاي؟ هتبص لنفسك في المرايه بس ازاي؟ يعني انت لما تبص هتحس ان اللي قدامك ده انسان ايه؟ هل كلمه فاشل دي كلمه توصف؟ لا، كلمه اقل مما يصف، قليله جدا. لما المدرس يقول لك سؤال واحد صح انجحك بيه وانت تسقط برضه، من 10 اسئله او من 100 سؤال وانت تسقط. ازاي؟ العقل فين الحكمه؟ فتعلم ان هناك حساب، تعلم ان رمضان الذي ضيعته انت من ضيعه. هتيجي يوم القيامه زعلان اصلك ضيعت رمضان، انت اللي ضيعته بيدك بايدك. مفيش حد مسؤول، مفيش حد يسأل عن عملك، انت من تسأل عن عملك، وتسأل عن كل عمل، كل العمل. فمن يعمل مثقال
مثقال ذرة. مثقال ذرة. مش لازم أزني ولا أسرق ولا أقتل ولا أنهب، لا، مثقال ذرة. يعني وأنا ماشي قلت سبحان الله حسنة أو حسنات، وأنا ماشي ومعدي عليا ازيك يا فلان، اقعد يا ابن الفلان عامل ايه، ومشيت، تسأل برضه، تسأل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. واحد منهم مشفق على نفسه، مشفق يعني زعلان، مقهور على نفسه. بس امتى؟ يومها لا ينفع الزعل ولا الشفقة على النفس ولا القهر ولا كل هذا. يومها عملت، قدمت ولا ما قدمتش، تلاقي قدمت تلاقي، ما قدمتش تلاقي برضه، بس هتلاقي نار والعياذ بالله. تلاقي نار أقل أهلها توضع تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه. أنت متخيل؟ أنت مستوعب؟ بنفتح البوتاجاز وعليه الحاجة فيها مية عشان نشوف الغليان بعد دقيقة ولا 2، صح؟ لما تلاقيها بدأت تغلي والغليان بدأ يطلع فوق، ياه، خصوصا بقى لو مستعجل. النار دي انت ما تقدرش تلمسها. بعد ما تقفل البوتاجاز ما تقدرش تلمس مكانها. أقل أهل النار تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه. أنت متخيل؟ ويقولون يا ويلتنا. الويل ده اللي هو الحسرة والندم وهكذا. بعض العلماء يقول لك الويل وادي في جهنم، مكان سكن في جهنم لبعض الفئات، إذا ألقي فيه جبل يدوب قبل ما يوصل لقاعه. وانت لسه بتضيع، وانت لسه قاعد، وانت لسه ما بتصليش، في فلان اللي قبل رمضان قالها صلي في رمضان، ورمضان جه وخلص ولحد النهارده ما بيصليش. كيف تقف بين يدي الله؟ كيف تكلم الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلوا على رسول الله، ما منكم من أحد كله إلا سيكلمه ربه. ربنا سبحانه وتعالى يكلمك، ليس بينه وبينه ترجمان، فيش واسطة. لا أبويا هيقف لي، ولا شيخي اللي بيعتبرني ابنه هيقف لي، ولا صاحبي اللي كتفه في كتفي في الدنيا ده ويموت نفسه عشان هيقف لي، ولا أمي اللي لو الواحد فينا اتجرح تقوم الدنيا وتقعد. لوحدك. تخيلها تاني، كنت بتقف قدام أبوك إزاي لما تعمل حاجة غلط ولا كذا ولا كذا، وتيجي داخل وقول كله يطلع بره، تعالى يا الله، إيه ده؟ رعب. أنت بقى ولله المثل الأعلى ستقف بين يدي الله وحدك، ليس بينه وبينه ترجمان، مفيش حد يترجم الكلام بينك وبين الله. فينظر أيمن منه على يمينه فلا يرى إلا ما قدم، اللي انت عملته. هبص شمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني اتقي النار، اتقي عذاب الله في النار ولو بأقل الحسنات، لأنك ستحاسب. تنظر يمين، تبص شمال، قدام، طب تبص ورا، تدور اللي انت عملته. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. إنما هي أعمالكم، هذا عملك. صليت أدي صلاتك، ما صليتش مفيش صلاة، خلاص. منين؟ وإياك أن تظن إن أبوك هيجي يوم يقول لك خد صلاتي، أو أمك أو مراتك أو ابنك أو صاحبك، أو يوم يفر المرء
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد هيقول إيه؟ ماليش دعوة. حتى أن بعض الناس يتجمعوا ويقول لك نروح لبعض الأنبياء يشفعوا لنا، يذهبون إلى سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طب لما بيروح لسيدنا محمد ما بيروحش يقول يا رب اشفع له، يخر ساجدا تحت العرش أسبوع ساجد عشان يقدر يشفع. أنت متخيل هذا اليوم ولا لا؟ أنت فاكر هذا اليوم ولا لا؟ أنت تعمل لهذا اليوم أم لا؟ ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى رأسهم بني البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر، ثم أما بعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ستجد الخير وتجد الشر، وستحاسب عن كل هذا، وكررناها كثيرا ونكررها الآن وسنكررها إن شاء الله في المستقبل. تسأل عن كل شيء. تلاقي العلماء يتكلموا في السؤال تعجب، يقول لك أصل الصفير يكتب، اللي بيصفر لواحد ولا بيصفر لواحدة بقى ولا أيا كان يكتب، الملائكة تكتب هذا. اللي في مرضه وبيئن تكتب. الحاجات دي نسمعها ونمر عليها مرور الكرام، لأن قلوبنا أصبحت مغلفة إلا من رحم ربي. لا، الأمور دي شديدة. الأمور دي شديدة. أنت متخيل إن كل شيء يكتب عليك، حتى الأنين بتاعك، حتى التنحنح اللي بنعمله ده عشان نسلك الزور، حتى الصفارة، رمشة العين، حركة اليد، كل شيء. كل شيء. الأمر مرعب، والله الأمر مرعب. مرعب لمن كان بعيدا عن طريق الله. وخبر سعيد وخبر جميل وخبر بمليار جنيه لمن يمشي في طريق الله، فالذي يفعل الخير الخبر ده بالنسبة له سعيد، لأن كل ما يعمل سيجد. الصلاة ياخد حسناتها، ولما يدعي في الصلاة ياخد ثواب الدعاء، ولما يخشع ياخد ثواب الخشوع، ولما يقف ويعمل أفعال الصلاة صحيحة مستقيمة ياخد إتقان كل ده بناخد عليه حسنات. نعم. صايم ياخد ثواب صيامه، وثواب قراءته للقرآن وهو صايم، وثواب غضه للبصر وهو صايم. أصلا صيامه عبادة، يعني وهو نايم صايم بياخد ثواب. ما هذا؟ بيقول لك للي بيعمل، للي ماشي في طريق الله الموضوع يفرح، الموضوع جميل. بس لمن كان بعيدا عن طريق الله احذر، لأن كل ما تفعل ستجد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيجي واحد يقول لك استنى بس، ده في حديث بيقول لك ان في واحد ربنا يرحمه ويغفر له كده، حتى ان هو بنفسه يجي يقول لربنا ايه؟ ان لي اعمالا او ان لي ذنوبا لا اراها هنا. فتفرح. ايه اللي خلاك تظن انك هو؟
نسأل الله أن نكون هو، نسأل الله أن نكون هو، نسأل الله أن نكون هو. ولكن من أدراك أن تكون هو؟ لو قعدت مع نفسك تشوف حسناتك وأعمالك واللي عايش فيه، أنت تظن أنك هو أم لا؟ يجي يقول لك يا عم سيبك منهم، دول بيخوفوك. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا على رسول الله، أنه رأى أمته ورأى منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. وحدوا الله. من أدراك أن تكون منهم؟ أصحاب النبي الصحابة بس على قول كثير من العلماء عددهم معدي 100,000. الصحابة فقط على قول كثير من العلماء عددهم معدي 100,000. من أدراك أن 70,000 ما يكونوش من الصحابة؟ حسن ظن بالله نعم، ولكن حسن ظن بالله مبني على عمل. وانت متوقع ترقية وانت كل يوم تروح ساعة واتنين متأخر؟ انت متوقع ترقية ولا حوافز وانت كل يوم شغلك ما بتسلموش، وانت شغل النهاردة بتسلمه بعد شهر؟ متوقع ذلك؟ كلا. إذن اعمل للجنة. هذا وذاك، هذا موجود وذاك موجود. في رحمة نعم، في مغفرة نعم، في رأفة نعم، ولكن بمن قدم. يا عم مالكش دعوه بهم، ده في 70,000 واحد يدخلوا الجنة بغير حساب. أمة الإسلام الآن مقربة على 2 مليار. 2 مليار. أصحاب النبي معديين 100,000، وجاء بعدهم الأئمة قراء القرآن وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة التفسير وأئمة أعداد. جاء معهم القادة العظماء. كل هؤلاء لا نيأس من رحمة الله، لا نيأس من روح الله، ولكن في عمل. أتقدم أم لا؟ أنت مقدم عمل يخليك تقول إن شاء الله أكون منهم، ولا أنت عايش كده وبتقول يا عم إن شاء الله نكون منهم؟ هذا هو الأمر. حساب على كل شيء، على الصغيرة قبل الكبيرة. ونذكر بالمناسبة أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. شفتوا في الكلام عن رمضان نقول الصلاة، وقبل رمضان بنقول الصلاة، في الكلام عن يوم القيامة بنقول الصلاة، وفي الكلام عن أي شيء بنقول الصلاة. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت الصلاة تمام، صلح سائر عمله. مظبط صلاة، ذاكرت سؤال الصلاة كويس، بإذن الله باقي العمل تمام. وإن فسد سائر العمل. ولسه واحد بيقول لك أنا ما بصليش بس قلب أبيض، أنا ما بصليش بس بعمل أعمال خير تانية. انت لو تعرف انا بطلع كام لله، انت لو بتعرف انا بصوم كل كام يوم، انت لو تعرف بتصلي. صلي. النبي هو الذي يقول ولسنا نحن. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فرق بينك وبينهم الصلاة. اصل هم عندهم التزام برضه، وعندهم حجاب، وعندهم كل الكلام اللي عندنا ده. هم حرفوه ماشي، بس هو موجود. هم لا يطبقوه ماشي، ما احنا في منا اللي ما بيطبقوش برضه، في منا اللي ما بيطبقوش. فالفرق اللي بينك وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كافر. انتوا بتكفرونا. النبي اللي قال، صلى على رسول الله. مش النبي اللي قال ولا انا اللي قلت؟ أليس هذا حديثا ولا كلمتي؟ ولا انا وانا قاعد كده تجليت ونزل عليا الوهم فايه قلت الجمله دي فعجبتني فيلا نقول؟ لا، النبي اللي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. النبي هو الذي قال. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يزيد يقول لك اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه الصلاه. اول شيء تحاسب عنه، فاذا صلحت صلح سائر العمل، واذا فسدت فسد سائر العمل. فسد ليه؟ أصل الصلاة بتصلح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
بتنهى. أصلك عارف إنك هتصلي دلوقتي تطلع بعد شوية تقتل. طب ما أنا راجع العصر وهرجع المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، أنا على طول مع الله سبحانه وتعالى. أنا كما كان يقول العلماء صنعة ترد إلى صانعها أو تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات. هطلع أشتم؟ طب ما أنا عارف إن أنا راجع. طب غلطت وشتمت؟ هتوب. عرفت ليه لو صلحت الصلاة صلح سائر العمل؟ عرفت ليه كل خطبة الصلاة الصلاة الصلاة؟ مفيش مؤمن ما بيصليش، مفيش. نعم، لعظم أمر الصلاة، لكبير أمر الصلاة، لمكانة الصلاة في الإسلام. من تركها فقد كفر. كفر يا عم الشيخ، ما تكفرناش. النبي اللي قال، أليس النبي من قال أم أنا من قلت؟ النبي. إذا كنت عايز ترد على النبي كلامه رد. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فكل شيء تسأل عنه، ولكن كن فطن، كن ذكي. هتسأل يبقى تسأل صح. أصل ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ طب ما تصلي. أصل أنا بطلع فلوس لله، بطلع في السنة 1,200,000. طب ما تصلي. أصل أنا مربي لحية وبلبس على الشرع وبمشي أغض البصر وبسبح وبتاع، بس ما تصلي. أول ما يحاسب عنه، قلنا الحساب على الهفوة، على الأنين، على الصفارة، على رمشة العين، على حركة اليد، على كل شيء. فمن باب أولى على أهم ركن، على أكبر ركن، على أعظم ركن، على الركن الذي يفعل يوميا 5 مرات. 5 مرات. فلا ننسى الحساب، ولا ننسى الحساب عن الصلاة تحديدا. ونذكر في الختام بأمرين، أولهما أننا لازلنا في شهر شوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. أي الذي يصوم رمضان ثم يتبعه ب6 أيام من شهر شوال كأنما صام العام كله، كأنك صمت السنة كلها بإذن الله تعالى. ونذكر بأن نستمر على العبادة بعد رمضان. ما تسيبش المصحف، تسيبوش وانت بتمسكه في رمضان. بارك الله فيك. استمر بعد رمضان. استمر على قيام ليل 2 ركعتين. استمر على ذكر الله وانت ماشي في الطريق او انت قاعد في الشغل او في المواصلات او اي شيء. استمر على هذه الأعمال. إذا استطعت أن تستمر على الصيام فبها ونعمت. إن لم تستطع فعندك الكثير، افعله. ما تتركش خالص. ما يبقاش رمضان عمل وبعد رمضان لا عمل. لا ننسى أنه من علامة قبول العمل في رمضان الاستمرار والمداومة على العمل بعد رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. نذكر بها لأننا اليوم يوم 10 شوال، لا زال في شهر شوال 20 يوما، لسه 20 يوم. لو صمت منهم 6 أيام كأنك صمت السنة كاملة بإذن الله تعالى. وفي الختام نذكر بإخواننا في فلسطين الذين سنسأل عنهم. نحن نقول أننا سنحاسب، هذا أيضا سنحاسب عنه. نحاسب عن عضو من أمة الإسلام، نحاسب عنه أننا قصرنا معه. فماذا نفعل؟ نروح نحارب؟ لا نستطيع. ادع لهم، ذكر بهم، تبرع لهم إن استطاعت، قاطع قدر ما تستطيع، لا تنسى قدر ما تستطيع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكد لنا أنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا،
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا شهر رمضان. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة، اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من الدنيا الصلاة، وآخر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.